هتعمل ايه لو قلت لك ان دهون البطن العنيده دي اللي عندك ودهون الجناب ومحاولات الدايت اللي عمال تعملها ليل نهار دي سبب حاجه واحده، كوبايه القهوه او النسكافيه اللي ما بتسيبهاش من ايدك طول النهار؟ افتكروا دايما ان الكافيين نوع من انواع المحفزات اللي بتعلي الاستريس هرمون او الكورتيزول في الجسم، وهرمون الكورتيزول ده اللي بيطلع وقت الضغط العصبي وزياده ضربات القلب والتوتر والخوف، كل ده بيطلع الكورتيزول معاه. والسبب الاساسي هنا لتخزين الدهون في منطقه البطن والجناب هو هرمون الكورتيزول. والمشكله هنا ان هرمون الكورتيزول مش بيرتفع مره ولا اتنين ساعه ما انت بتتنرفز وبتاع، لا ده هنا الكورتيزول عندك انت بتخليه بيرتفع بشكل دوري طول النهار، وده بيعمل ارتفاع في السكر ويعلي لك مقاومه الانسولين. عشان كده اول حاجه تعملها ابعد عن المشروبات اللي فيها كافيين بدون حساب زي ما انت بتعمل كده، يعني زي القهوه، المياه الغازيه والماتشا او مشروبات الطاقه. كده انت بتلاقي 3/4 الناس من قله النوم والارق، وبالتالي انت بتلاقي نفسك بتنام بالعافيه 5 ساعات وبتنامهم قلقان ومش ديب سليب. وطبعا انت هنا كل ما نومك بيقل وما تعرفش تنام هرمون الكورتيزول بيعلى اكتر، فانت في دوامه ما بتخلصش. الحاجه الغريبه واللي بستعجب لها جدا تبص تلاقي الناس بتتمرن بدون ايام راحه، الاوفر تريننج ده بيعلي الكورتيزول اكتر وبالتالي وزنك بيزيد وبيجيب نتيجه عكسيه. عشان كده لازم تظبط شرب القهوه بتاعك اللي بدون حساب، ومفيش مانع في اليوم فنجان قهوه، وبلاش الناس اللي بتتهمني وتقول لي انت ضد القهوه.